السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. فيديو النهاردة يا جماعة هيكون مع العصفور بتاعي. انا عندي عصفور واحد اللي هو الولد. البنت ماتت بقالها مدة ولسه طبعا ما جبتش واحدة كمان. فالنهارده بصوا زي ما انتم شايفين كده القفص بتاعه، بصوا منظره عامل ازاي، مش نظيف خالص خالص، والميه وما فيش اكل، ويعني بجد يعني مش نظيف جدا. بقالي كتير خالص مش بنضفه ونسيت. فالنهارده هنضف القفص معاكم وبس. هبتدي دلوقتي انضف القفص. هحوش اول حاجه الميه. بصوا هو اساسا جعان. هحوش الميه، بصوا منظرها عامل ازاي، وهحوش دي كمان، وهحوش الحاجات اللي بيقف عليها. بصوا هو كسرها اساسا، بصوا مش نظيفه خالص خالص، هو كسرها. وهحوش ده كمان، وهحوش كمان الغطا ده. الغطا ده كنت حاطه له يا جماعه فيه بيض عادي. العصافير بتاكل بيض وبتاكل اي حاجه خضراء. بس هبتدي كده اخد القفص كله زي ما هو كده على الحمام. بس هطلع العصفور ده من القفص. لازم اطلع العصفور دلوقتي من القفص عشان خاطر اعرف اعيش حياتي مع القفص ده، لان انا مش هعرف انضفه كويس وهو العصفور موجود جوه القفص. انا بجيب الجوانتي عشان خاطر خلي بالكم هو بيعض، لان انا ما بعرفش امسكه كويس. بجيب اي جوانتي او اي فوطه اي حاجه معايا بحطها على ايدي وبمسكه بيها عشان ما يعضنيش ويعورني. بس هطلعه هحطه في مكان تاني وارجع له. انا كده طلعت العصفور من القفص، حطيته في مكان تاني او في قفص تاني، وهبتدي دلوقتي انضف واعيش حياتي مع القفص ده اللي بجد بقاله كتير جدا ما تنضفش. وطبعا العشه دي ما تخافوش انا مش هجيب عليها ميه عشان خاطر ما تبصش، عشان دي خشب. هبتدي بس اخد القاعده اللي من تحت دي، بس هاخدها عشان خاطر هغسلها هي كمان. هقلب بس القفص كده، مش عارفه اطلعها يا جماعه اهو. بس طلعتها اهو، وهكب الحاجات دي في الباسكت، وهغسل القاعده دي، وهغسل القفص من جوه. ويعني بصوا هوريكم شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه انا دي القاعده بتاعه القفص. هبتدي دلوقتي جبتها على الحوض اغسلها عشان خاطر هي بجد يعني مش نظيفه خالص خالص بجد. بصوا هغسلها بسلكه وهدعكها لغايه لما كل الحاجات دي تطلع منها عشان خاطر تبقى نظيفه خالص. بصوا يا جماعه ده بعد ما غسلت القاعده والحاجات اللي بيقف عليها وبتاعه الميه اهو. بصوا كل بعد ما غسلتهم كلهم، وده شكلها القاعده. بس هو الحاجات دي طبعا ما بتطلعش بس انا غسلتها على قد ما اقدر بميه سخنه. بس هكمل معاكم بقى بقيه القفص واشوف واوريكم القفص في الاخر. بصوا يا جماعه انا في البلكونه دلوقتي. انا بعد ما غسلت القفص وظبطته، ودي مسحتها بالمناديل المبلله وظبطتها عشان ما كانتش نظيفه. وكمان من جوه بصوا من جوه عامله ازاي، نطفت خالص بجد ما كانتش كده. بس انا هسيبه ينشف، انا معلقاه هسيبه ينشف، وبعد كده هدخله واحط العصفور فيه واحط الميه والاكل واظبط الدنيا، وهوريكم برضو معايا كل الحاجات دي. يا جماعه شكل القفص هو كده نشف. هبتدي دلوقتي ادخله جوه. انا حطاه في البلكونه اهو، حطاه في البلكونه. هبتدي دلوقتي ادخله، وبصوا حتى من جوه نشف خالص. بصوا يا جماعه نضيفه جدا جدا.
كان كل ده مليان ريش واكل، قشر الاكل بتاعهم، كان يعني حاجة مش نظيفة جدا. بس هبتدي دلوقتي ادخله جوه اهو، هدخل بيه جوه وهدخل العصفور فيه، هتشوفوا دلوقتي انا هدخله ازاي. اوكي هدخله وهوريكم شكله في الاخر. انا كده دخلت العصفور وعناية عقبال ما ادخله من المكان اللي انا كنت حاطاه فيه. هبتدي دلوقتي احط الارض بتاعه القفص، معاناة برضو عقبال ما ادخلها. الحمد لله دخلت بسرعة. بس ادخلها كده كده، دخلت خلاص. هبتدي بقى اركب كل الحاجات اللي انا حشتها هنا كده اهو. اركب كل حاجة انا حشتها في مكانها، وهركب كمان دي اللي انا كنت بحط فيها المية، احطها هناك كمان شوية اهو كده كده. احط بقى المية اهي بعد ما نضفنا كل حاجة وحاجات بقت نظيفة. بس حطيت المية. الاكل بقى، الاكل بصوا يعني هو بصراحة مش عارفة ادخله. طب استنى، مش عارفة يا جماعة ادخله. بس يا جماعة حطيت الاكل اهو، هو حرفيا بجد هو هيموت من الجوع. بصوا بس هو خايف عشان كده مش عايز ينزل ياكل. اول ما يجي ياكل يا جماعه هصور يا جماعه. انا علقته ورجعته زي ما كان فوق. هبتدي دلوقتي احط له خيار، هو يعني بيحب الخيار، بيحب اي حاجه خضراء انا بحطها له. احط له خيار عشان نبقى نكمل كل اللي احنا عملناه بالمره. بس مش عارفه، عندي احساس انها تقع كده، مش عارفه يا جماعه. احطها وارجع لكم. حطيته، هو خلي بالكم ما كانش عايز ياكل عشان خاطر انا ما كنتش حاطاه في مكانه، ان هو ما بيعرفش ياكل ولا يعمل اي حاجه غير لما يكون في المكان بتاعه. بس ده شكل القفص كامل، ومن فوق كمان بصوا النظافه بجد نظيف. هو اساسا بيعشق حاجه اسمها نظافه. انا اول ما بنضف له بينام نوم فظيع فظيع بجد. بس انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وتكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه اللي انتوا عايزينه نعمله. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات واحنا هنعمله لكم على طول، مش هنتاخر خالص باي حاجه. بس اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي. بيقول لكم باي، بيقول لكم باي باي باي. باي باي، ما تنسوش اللايك. بيقول لكم باي.